دراسة الأرض، وبيدرس كيفية تشكيل الأرض وتكونها والعمليات التي تؤثر عليها، وبيهتم كمان بتاريخ الأرض على مدار عمرها الذي يبلغ 4.5 مليار سنة. ومن خلال دراسة هياكل الأرض بنقدر نعرف ماضيها الخفي ونتوقع كمان مستقبلها. طب احنا ليه بنهتم بدراسة علم الجيولوجيا؟ عشان هو بيرتبط ببعض القضايا الأكثر أهمية في المجتمع، زي مصادر الطاقة، الاستدامة، تغير المناخ، تأثير التطورات على البيئة، إدارة المياه، الموارد المعدنية، والمخاطر الطبيعية. طب تعالوا نعرف بقى ايه هي فروع الجيولوجيا. فيما يقارب 38 فرع للجيولوجيا، وتنقسم كالآتي: تتعامل هذه الفروع من الجيولوجيا بشكل خاص مع الزمن والحفريات، بليونتولوجي، ستراتيجرافي، جيوكرونولوجي. في فروع بتهتم بالصفائح التكتونية وانتقال الموجات عبر الأرض والزلازل، تكتونيكس، سيسمولوجي، تكتونوفيزيكس. وفي فروع تهتم باستخراج المواد الطبيعية من السطح ومعرفة الصخور، بترولوجي، مينرولوجي، جيمولوجي، كريستالوجرافي. وفي فروع بتهتم بالتآكل والتجوية والنقل وترسيب الرواسب، زي سيدمنتولوجي، ليسولوجي، بيدروجيولوجي، جيوفيزيكس. وفي فروع بتدرس المناظر الطبيعية زي التوبوغرافي، هيبسومتري، اوروجرافي. وفي فروع بتهتم بدراسة كوكب المريخ زي اريولوجي، استروجيولوجي، اكسوجيولوجي. لو عايزين تعرفوا اكتر عن الجيولوجيا ما تنسوش تتابعونا في الفيديوهات اللي جاية.